من أسوأ الحاجات اللي ممكن تعمليها لنفسك ولصحتك النفسية والعاطفية إنك تدخلي في حاجة انت عارفة إن هي مش هتشتغل أو it won't work out. وده كلامي على situationship. طول ما احنا مدين لها label فبقت مباحة. بقى عادي أبقى مع شخص، ارتبط بشخص هو مش عارف نهايتنا ايه. ليه؟ ليه؟ تالت مرة ليه أعمل في نفسي كده؟ يا جماعة اللي مش عارف قيمتي يمشي ويطلع بره حياتي. عنديش وقت للقرف ده. أنا ميار رضوان وأنا بعمل فيديوز على الصحة النفسية وريليشن شيب وحاجات كتير قوي. فلو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا سبسكرايب، لو تاني مرة تشوفوني فويلكم باك. جالي سؤال جميل قوي إن أنا أتكلم على situation شيب. هو يعني هتكلم أقول إيه؟ أقول إن اللي ما يعرفش قيمتك، انا هبقى رضوى شربيني قوي في نفسي، بس اللي ما يعرفش قيمتك ما يستاهلكيش. end of discussion. ليه اصلا بيحصل لك situationship؟ ليه على طول بتاتراكت ناس هم مش شور عنك، عليكي، مش واثقين، يعني مش واثقين او مش عارفين قيمتك؟ ممكن انت اصلا emotionally مش available، مع انك بتقولي ان انا عندي متاحة عاطفيا، بس انت مش متاحة عاطفيا. ممكن انت عندك اصلا fear of commitment او بتخافي من الكوميتمنت فبتاتراكت ناس شبهك. مش معنى ان انتوا intense مع بعض او في chemistry مع بعض يبقى ده حب. لا، ملهاش علاقة خالص. عندك مشكلة مع السلف لاف والسلف وورث والسلف استيم واي حاجة فيها سلف، فبتنجذبي ناس مش شايفة قيمتك عشان انتي اصلا مش شايفة قيمتك. فديبلي بقى محتاجين نعمل شوية هيلينج عشان نبطل ناتراكت ناس بالقرف ده. انا اسفة بس هم قرف. ايه الباترن بتاعت سيتويشن شيب؟ انت بقالكم شهور بتتكلموا، مفيش ليبل، مفيش مسمى، انتوا احنا مش هنشوف الدنيا رايحة فين. ي- يبقى مش رايحة في حتة، يبقى خدي بعضك وامشي. بيقولك ان I'm not ready for anything serious. اصل انا هخليه يحبني، اصل انا هخليه ready for anything serious. اصل انا I can't fix him. No, you can't fix him خالص. ولو حد مش ready for a relationship ده مش معناه ان هو he's not ready for a relationship. he's not ready for a relationship with you. فليه تعملي في نفسك كده؟ بيبقى حلو قوي معاكي ساعات، بعدين بيبقى كولد، بيبقى هوت اند كولد تريتمنت. الشغل البسطرة ده بيعملوا مع الألبان بس ما نعملوش مع البني آدمين. have some self worth ويمشي. وانتوا خارجين كده تحسوا ان انتوا كل حاجة everything is casual، اكنكم صحاب، بس انتي مشاعرك you have feelings for that person which is fine. يا جماعة احنا مشاعرنا ما نقدرش نتحكم فيها. الحاجة الوحيدة اللي بنتحكم فيها هي أفعالنا. هل من سهل التحكم في مشاعرنا؟ لا، احنا بشر. بس لما الاقي إن انا بتهان وان انا قيمتي مش محفوظة ولا كرامتي و I'm unlabeled وبيكلمني وبيكلم 10 غيري، يبقى محتاجة اقعد مع نفسي وانا عارفة ان هو مش سهل، بس محتاجة اقعد مع نفسي واقول لنفسي ان انا استاهل احسن من كده بكتير واخد بعضي وامشي. اصل I can't change him. No you can't. احنا ولا بنصلح من رجالة ولا بنصلح من بني ادمين عامة، ولا بنحاول نخلي البني ادمين يحبونا، ولا بنخلي البني ادمين يساتل داون with us، ولا بنعمل اي حاجه من الحاجات دي. الشخص اللي عايز يعمل كده معاكي بيبان. الشخص اللي عايز يساتل داون معاكي ويستقر معاكي بيبان. لكن اللي بيديكي ميكس سيجنالز، واول ما يديكي جود سيجنال تحسي ان انتي فوق في سابع سما، واول ما يشات داون تاني تبقي تحت في سابع ارض. انتي ما تستاهليش ده خالص، محدش يستاهل ده. حسيتي ان انتي في situationship، حسيتي ان انتي في حاجة بقالها شهور unlabeled cold and hot replies او يعني بيعاملك بطريقة cold او hot من وقت للتاني، unlabeled، كل حاجة feels casual، you're not special، بيكلم مليون ألف شخص غيرك. محتاجة يا تقولي له احنا ايه، سؤال very direct، هو احنا ايه؟ أصل I'm not ready for anything serious. خدي بعضك وامشي. اصل انا لسه مش I'm not sure of my emotions ومشاعري، انا مش لسه واثق في مشاعري. طيب يا حبيبي لما تثق في مشاعرك ابقى كلمني، you know where to find me. واقفلي واعملي بلوك. ما انا هو كده مش هبقى sure of his مشاعر اصلا. اعملي له بلوك. set boundaries. انا عارفه ان انتي ساعات بسبب الوحده اتجهتي للشخص اللي هو emotionally unavailable. فهنعمل ايه؟
نملى فراغنا او نملى وحدتنا بصحاب كويسين، بكورس عدل، بيوتيوب فيديوز تخليني احسن، بنفسي، مش براجل عرة هيحسسك انك وحيدة اكتر، هيعمل لك mental issues هتقعدي سنين بتتعافي منها، ولما الراجل الصح يجي هتحسي ان انت مش قادرة، ان انت عندك too much triggers و too much scars. فليه؟ بس لما عرفنا سألناه ما جابليش رد، وعرفت ان I'm doing out of loneliness، فانا بدأت املى فراغي وبدأت املى وحدتي بحاجة صحية، detach block. لكن اللي هو اصل احنا بنحب نأندل حاجة on civil notes، نبقى مدنيين، فاحنا نبقى friends بعد ما ده يحصل. انا ما بحبش الكلام المايع ده عشان ده ما بياكلش دماغي، فهنعمل بلوك. وما تخافيش من شكلك، اصل هو ممكن يشوفني ان انا دراماتيك لما اعمل له بلوك. ما يشوف هو مين اصلا، هو بني ادم عرق اساسا، فلما يشوف ان انت دراماتيك تمام جايه من واحد عرق عايزه ايه يعني. فهنعمل بلوك وهنركز مع نفسنا، ولما الحب الحقيقي يجي هنعرف ان هو حب حقيقي، مش حب اون واوف وكلام غريب كده we are anxious we are feeling not safe والحاجات دي. واهم حاجه تركز على نفسنا، نركز على السلف وورث والسلف استيم والسلف لاف. هبقى اعمل لكم فيديو لوحده خالص عشان ده مواضيع كبيره قوي، عشان لما نعرف قيمتنا هنجذب ناس بتعرف قيمتنا. واملوا فراغكم يا جماعه بحاجه مفيده، مش برجاله. الرجاله ما بتملاش فراغ، يعني هم اصلا مالين مكانهم بالعافيه، فمش هيملوا فراغ. و I'm not being offensive على فكره للرجاله، I appreciate the role of men in our life، بس في بعض الرجاله ما ينفعش ان احنا ندخلهم حياتنا، او بعض البني ادمين يعني برضه، يعني عشان ابقى فير، في بني ادمين في المطلق ما ينفعش يدخلوا حياتنا، ولا رجاله ولا ستات. ف don't settle down for almost اللي هو احترامي اللي هو ها تمام، واعرفي your self worth و self esteem، و set boundaries. لو اي حد بعد كده دخلك وبيقولك احنا نتكلم ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، قول له لا، ما بعملش كده، ما بشوفش الدنيا ماشيه ازاي. straight forward answers، بلاش الانسرز اللي هي بتبقى اوكي لا نشوف، لا I mean straight forward answers. انا مش عايزه ده، انا مش هعمل ده، انا هعمل بلوك، انا فهماني. خليكي straight forward قوي، خليكي ست قوي. وده كان ببساطة الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم فيديو النهاردة متنسوش تعملوا لايك الفيديو، سبسكرايب يوتيوب شانل، اعملوا لي فولو على انستجرام، سيب لكم اللينكس كلها تحت. اشوفكم في فيديو جاي.